شوف بقى الالفاظ اللي احنا بنستعملها. الست الفاضله اللي كانت بتتكلم قالت لك ما هم قالوا خارطه طريق وهنمشي على خارطه طريق. والحاجز البشري والحاجز الاسمنتي والاسلاك الشيكه والهدنه، حائط بشري والحائط البشري والهدنه والمفاوضات، كلها حاجه حرب. ما هي دي مقصوده. في لقيت شاب دي اسقاطات يا دكتوره. كم واحد من عندنا كم واحد من عندهم. ايوه، ما هو عندنا وعندهم، واسقاطات. دي اسقاطات ليرسخ ان هذا عدو. دي اسقاطات لان استخدمت كل الالفاظ والتعبيرات العسكريه اللي كانت تقال على اثناء مفاوضه مع الصهاينه، استخدمتها دلوقتي مع العدو. اللي بيعمل ده كده، اللي بيرسخ ده اعلام. فاضل نقول فضل الاشتباك في مجلس الوزراء وفضل الاشتباك الثاني في محمد محمود. فده اللي بيعمل ده مصريين، واللي بيساعد على ده مصريين. انا مش عارف هيروح منين من ضميرهم. وبعدين الشباب قال لا يعني ما يعني في ايه، وبعدين ما حدش هيصدر راي. ما ينفعش، احنا رايحين في سكه غلط خالص جدا جدا. بس في اراء الحقيقه قاتله، يعني في اراء تيجي في وسط الجو ده. يعني انا بقى اناشد من هنا والله كل المذيعين اصحاب برامج التوك شو، وفيهم ناس كتير جدا جدا خدت سكه تانية مؤخرا الحقيقه. كل ما هو يثير الفتنه نحاول نبعد عنه، لانه البلد مش هتخرب وهم هيقعدوا في القنوات دي. على فكره القنوات دي هتقفل. يعني البلد لو قامت فتنه القنوات دي هتولع، فكله خسران. مش هيبقى في فرد في هذا البلد كسبان، كلنا هنروح في داهيه بلا استثناء. الله لا يقدر. ما بين ثوار ولا جيش ولا شرطه ولا شعب ولا ناس قاعده في البيوت ولا ناس بتظهر في الشوارع ولا ناس العبايه بتفتح ولا ناس العبايه ما بتفتحش. كله رايح في داهيه. الفتنه مش هتفرق اذا لم نعي. مفيش دلوقتي سلاح غير ضمايرنا. يعني الواحد يعمل ايه اكتر من كده؟ يعني انا لما اجيب اي رمز يا اخي مش عاجبك ما تعمليش حلقه تتريق عليه، مش من مصلحتك. ما لو انت بتتريق عليه روح احكم يا سيدي. لو انت عندك القدره وريني انت بقى كده. انما مش ممكن انت بتشتغل شغل وتاخد عليه فلوس. اي نعم لازم نعترف، وانا قلت لحضرتك الجمله دي المره اللي فاتت، الاعلام كله ابن التلفزيون وطالع من ساعه ما بداوه سنه 60 وهو بيعمل باوامر. كل المساله بقت فوضى. هو الى الان انا رايي ان الناس اللي بتتجاوز هي ناس غير قادره على استلهام خطه اعلاميه بناء على ضميرها وبناء على وعيها وبناء على ثقافتها. مش قادر يعمل خط اعلامي سليم. غير قليلين الحقيقه، قليلين جدا جدا بالنسبه للناس اللي عماله تخبط. انا اجيب شيخ وقسيس دلوقتي بسألهم على واحده. عايز اعرف انا زي زمان لما قالوا انا اجيب شيخ وقسيس عشان بسالهم على الاسلام او لا 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 ده دخلنا كل واحد شتم في دين التاني. زي العيال بتلعب في الحرم. يعني لما قالوا حوار الاديان، انا ايامها كتبت قلت يعني ايه حوار اديان؟ هو انا دلوقتي لما اقعد اتعرف على حضرتك لازم اعرف دينك واقراه واتحاور فيه واشوف يعجبني ولا لا، وبعدين اتعامل معاك. في حاجه اسمها كده. ما ربنا لو كان عايز يعمل دين واحد ما كان عمل دين واحد. انما هو الثلاث اديان دولت مش من صناعه ربنا. انتوا تعترضوا على ايه؟ ملاك بيقول السلام عليكم يا استاذنا الكبير، ارجو بشده عرض الرساله المهمه دي. هل يعقل ان كل اللي سمعناه عن الحريه في يناير يتحول الى ان الذي يخالف رايهم يبقى قفلول؟ وأن السادة المرشحين لرئاسة مصر كلهم ضد استقرار مصر، وأن البلطجية اللي عددهم حتى لو 20,000 يفرضوا رأيهم على 85 مليون، وهل يعقل أن يرمي الجيش المصري الزلزل اليهود بالمولوتوف على أرض مصر؟ وحتى التيار الإسلامي واللي نجح في الانتخابات رغم أنف كل التيارات يساعد في الفتنة ويطالب العسكري بالرحيل. أرجوكم حد يصحيني ويقول لي إن ده كابوس، لأن دي مش مصر.